زي ما في غسيل اموال في غسيل بني ادمين. الواحد منهم ممكن يشتري جريده او يعمل مؤسسه اعلاميه كبيره ويبدا ينشر مبادئه ويعمل لنفسه تاريخ. ممكن يكون وزير فاسد او ممكن يكون راجل اعمال حرامي، وممكن يكون شخصيه عامه سرق البلد ونهبها، لكن بمجرد انه ممكن يعمل مؤسسه اعلاميه كبيره او يعمل قناه فضائيه او يشتري مطرب او يشتري صحفي للبيع ممكن يغير تاريخه خالص. لا، الاهم كمان انه ممكن يعمل جمعيه خيريه ويعمل داعيه، يعمل لنفسه داعيه اسلاميه ويطالبنا كمان ان احنا نتبرع. الفساد في مصر اصبح شيء مهم او راجل مهم ممنوع الاقتراب منه او الحديث عنه، لكننا هنا في كش ملك ما عندناش حد فوق القانون. هنا في كش ملك بنقول للكل كش ملك.